مساء الفل. بكره الاهلي والزمالك. نزلت كده بوست من شويه على الصفحه اشوف مين اللي هيكسب، يعني الناس توقعاتها ايه والكلام ده كله، فلقيت مؤشر حلو جدا يعني جدا، يعني ان احنا نخسر بكره. كل الناس بتقول ان الزمالك هيكسب، الزمالك هيكسب، الزمالك هيكسب. طول ما الثقه المفرطه دي عندنا يبقى احنا هنخسر. تعال نتكلم عن الماتش بقى شويه كده. نقاط القوه في الاهلي وفي الزمالك، ونقاط الضعف في الاهلي وفي الزمالك. تعال نبدا بالاهلي. هي اكبر نقاط قوه في الاهلي، عشان ما نضحكش على نفسنا. امام عاشور ده اهم لعيب في الاهلي من ساعه ما راح، يعني من ساعه ما راح امام عاشور اهم لعيب في الاهلي. ليه؟ التاني بص. اول حاجه، سيبك ان هو بيقعد يغطي ورا والسرعه والالتحامات وقوه بدنيه وديفندر تقيل. بص عليه من الناحيه الهجوميه، الناحيه اللي بيحب الكولر ان هو يعملها، ينقل الكوره باقل عدد لمسات لجوه ال 18 اللي هو بيعملها. مين؟ امام عاشور. امام عاشور بيعمل حاجتين في الهجوم: يا بياخد الكوره بباصه واحده تلاقي نفسك اللعيب جوه ال 18، او انفراد، او فاتح على وينج من الوينجين بباصه واحده. ما بيقعدش بقى يدي للي جنبه واللي جنبه يدي للي جنبه ويهلك كتير ويضيع الهجمه، بينقل على طول لقدام. ده واحد. التانيه ان هو بيكسب ارض كتير قوي، يعني لو قدامه مساحه بيكسب ارض وبيمشي وبيجري وممكن يعدي من واحد ودي وصل، لا، قرب على ال 18. ودي بتدي سرعه في نقل الهجمه تاني للاهلي. فإمام عاشور أهم لعيب في الأهلي، ده رقم واحد إمام عاشور. رقم اتنين عمر كمال عبد الواحد، فردة تقيلة في اليمين، يختلف تماما عن محمد هاني. محمد هاني تقريبا 90% من شغله دفاعي، لكن عمر كمال عبد الواحد عنده تنوع في الشغل بتاعه، دفاعي وهجومي. الهجومي بيشوط على الجون حلو، بيعرف يلعب على الأرض حلو، بيرفع حلو، فالواد فردة تقيلة جدا. ده عمر كمال عبد الواحد. رقم ثلاثة هما اتنين مع بعض، حسين الشحات وبيرسي تاو. الاتنين في ماتشات الاهلي والزمالك بيجي لهم حاله من الصرع كده، بتلاقيهم مره واحده جوه 18 ومعاهم الكوره. هو الجون، هو جاب جون خلاص. حسين شحات هتلاقي مثلا مره واحده جاب جون مره واحده كده. فالاتنين دول عندهم بيجي لهم حاله من الجنان كده في ماتشات الزمالك، بيجي لهم حاجات غريبه، بيحصل لهم حاجات غريبه كده. طيب دي نقاط القوه في الاهلي. نقاط الضعف ايه في الاهلي؟ نقاط الضعف في الاهلي ان بكره مصطفى شوبير اول ماتش يلعبه اهلي وزمالك تقريبا، يعني على ما افتكر يعني اول ماتش. تاني حاجة قلب الدفاع علي معلول، التلاتة بطاء، يعني رامي ربيعة، علي معلول، محمد هاني، لو لعبوا التلاتة يعني عندهم بطء في الهجمات المرتدة، مش هتلاقيهم سرعة في الارتداد بتاعهم. طيب ده نقاط الايه، الضعف الاهلي. طيب تسيطر ازاي على الاهلي؟ تمسك امام عاشور زي ما كان جوزيه زمان بيعمل مع شيكابالا، ينزله حسام عاشور لازق وراه في اي حته، داخل الحمام داخل وراه. نفس الموضوع، امام عاشور لازم يتمسك مان تو مان، ويبقى فيه التحامات معاه زي هو ما قوي وحد قوي معاه، ما تجيبوش حد خارع، لا لازم يبقى اتنين نفس القوه الجسمانيه والفنيه مع بعض، يشتغل عليه مان تو مان ومان تو مان. وفي نفس اللحظه حد كمان يكون قريب شويه عشان يمنع ان هو يعمل انطلاقه، عدى منه ويعمل انطلاقه، يبص يشوف الملعب ويكشف الملعب. ده اهم نقطه في ماتش بكره، هو امام عاشور. طيب هروح للزمالك. نقاط القوة في الزمالك ايه، او اللعيبة المؤثرة في الزمالك ايه؟ دلوقتي اقدر اقول لك مفيش. يعني ايه مفيش يا عم الحاج؟ من عبد الله السعيد وناصر ماهر والناس دي كلها ايه؟ جوزيه جوميز من ساعة ما جه هو حول فرقة الزمالك من فرقة بتعتمد على زيزو وشوية شيكابالا وشوية مصطفى شلبي بيحنكش شوية على الشمال، إلا فرقة جماعية. فرقة جماعية دي بتبقى غلسة شوية، تلاقي فرقة بتهاجمها أو بتدافع قدامها. ليه؟ أنت مش عارف هو مين اللي ماسك الكورة، مين اللي هيسيطر على الدنيا، مين. فهو مسيح الدنيا كلها كده، مخلي كله بيمسك كورة، كله بيبص كتير، الدنيا كلها صعبة. بس أكيد عبد الله السعيد وناصر ماهر دول أهم اتنين لعيبة في الزمالك. تمام كده؟ طيب نقاط ضعف في الزمالك بقى. عندك قلب الدفاع بتاعنا حسام عبد المجيد، ده برضو في الارتداد مش سريع، خلاص كده. فتوح لسه برضو لياقته ما كملتش. عمر جابر بيجي ماتشات الاهلي والزمالك بيجي له حاله من الخوف كده وبقى مش مركز، مع ان خبرته المفروض ان هي كتيره، بس بتيجي ماتشات دي بتحس ان هو ناشئ لسه، يرجع كده زي محمد هاني ناشئين. دول نقاط الضعف في الزمالك، مع لو نزل لعب محمد صبحي. لو لعب محمد صبحي دي برضو نقطه ضعف برضو ايه عندنا برضو يعني. طيب تتغلب ازاي انت ككولر على الزمالك في التكتلات اللي بتبقى موجوده في خط النص وبنقل الكرات الكتير اللي في خط النص، ان انت تسد زوايا التمرير والضغط العالي على اللعيبه. طيب لياقة الأهلي هتسمح لها إن هو يفضلوا ضاغطين على لعيبة الزمالك، ما تدومش مساحة للتمرير ويقعدوا يقطعوا كل الكور اللي موجودة؟ هل الزمالك قادر إن هو يقفل خطورة إمام عاشور بكرة ويفصله عن خط الهجوم؟
ده اللي هيبان بكره، سواء من جوزيه جوميز او من كولر. ماتش تكتيكي هيبقى حلو قوي 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 من الاتنين. كل واحد عارف ده شغال ازاي وده شغال ازاي، واللعيبه دي مكشوفه واللعيبه دي مكشوفه، مفيش حاجه مستخبيه ولا في اي حاجه خالص خالص خالص. الحاجه الوحيده اللي بنفتقدها بالماتش بتاع بكره، رجع سعد خطيب والبدله بتاعت بيبسي مان البدله الزرقاء بتاعت بيبسي مان. شكرا.